الأغنية الشاوية اليوم في الجزائر. أنت واسمك ناصري علي. ايوه. عندي قاع دواسة. على بالي عندك دواسة. من جا الاسم كاتشو؟ كاتشو هي منطقة ثورية في مدينة باتنا. هو منطقة تسمى كاشو. هو نورمالمون سي لو مو كاشي. au lieu dire caché, ils ont déformé le mot caché باش ما يفهموش الاستعماريين باللي ما يفهموش بلي هذاك هو وين يخبيو الاسلحه تاعهم. تسمى انت صابوك مخبي لا هذاك جبل سموه كاشو. الوغ انا هزيت هذا الاسم. صح. انت من صغرك كنت حاب تولي مغني. وقتاش بداتك هذا؟ والله الفكره جات من ليكول بريمير. تدير لاكورال. لاكورال فوالا. احكي لنا من هذاك. برمي هذيك لاكورال ديما لا فوا تاعي قويه على لي زيلاف اللي كنت معايا. مشهور عليهم كاع. غالب عليك. هكذا داير. داير من عند ربي. ايوا من بعد جيتي شوازي بار جماعه ثم تاع الثقافه اللي حكمنا شغل. غنيت في لاكولوني. غنيت في لاكولوني، بارتيسيبيت بلا شونسون ليبوك تاع ربح درياسه تاع الله غير ما خرجت هذيك لا شونسون. انا جيتي وخديت بها دوزيام بري. ايوا بدات لي زونكوراجمون تاع الناس وتاع صحابي. فهمني. انت كي جوزت العسكر لتم لي فريمون بديت. وي ابري من بعد جا سيرفيس ناسيونال النشفه. جابوا لنا مصطفى زميري الله يذكره بالخير، صباح صغير الله يرحمها، العماري. هذا كاين اخرين. من بعد انا جي بارتيسيبي بين شونسون معاك تعرف مع لي زامي. كنت في العسكر. كنت في العسكر. ما نعرفوش بزاف الناس يديماريو في الاغنيه في العسكر. بون انايا كنت نفوت في السيرفيس ناسيونال اوتوماتيكمون الناس تعرفني ثما باللي في كاع درنا السيرفيس ناسيونال بصح ما وليتش مغني. انا كيف ما وليتش شي طيب. ما وليتش مغني. بوتيتر انت هاك وليت انيماتور هكا. بصح ما جاتنيش من العسكر هذيك جات من بعد. من بعد جات من بعد. ايوا من بعد انا جوست بين شونسون جماعه كاتشو يا طلعت شونسون. بعد كي طلعت لا شونسون يافي مصطفى زبيرلي بوتيتر لي جون تعرفوها لي جون مصطفى زبيرلي. لا هاد ما يعرفوش. دونك جينيراسيون يعرفوا. ايا يحشموا. مصطفى زميرلي قال لي وصوار سي با جينيراسيون. جوستومون علاه قلت لهم تعرفوه بيسك. ايا من بعد غنيت هذيك لا شونسون. كي كملت لا شونسون مصطفى زميرلي قال لي ولدك عندك كاين تري بال فوا سالمون لازم تخير لو ستيل اللي يناسبك. يجي شوازي هذا لو ستيل والحمد لله. آخر كلمة كانت الحمد لله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كاتشو علي ناصري طبعا اختار البداية سنة 87 كما تابعنا، لكن سوف نتابع طوال عمر هذا البرنامج التفاصيل الدقيقة والمهمة جدا في اسمه مثلا ثم في بداياته. لاحظت أنه قال أنه بدأ في الخدمة العسكرية، ارتباط الوطن في الخدمة العسكرية يظهر فيما بعد في العديد من أعماله وارتباطه بالأعمال الوطنية، حتى لما انقطع لمدة كبيرة من الميدان الفني عاد من أجل أوبرات وطنية، لأن الوطن ألف أن يلبي نداء الوطن كما قال عزيز شلاح دائما. التلفزيون اللي يمثله في الوطن لأنه يناديله على أعمال وطنية، والتلفزيون ألف أن يقدم الأعمال الوطنية الضخمة فكان يستجيب دائما. فدعائنا ليه اليوم الله يثبتك يا علي ناصري. راح نتابع وإياكم صبر لآراء ثم نعود. يرحمو يلي مور يعني كامل رانا نتعزاو فيه سي با لي سول. انت هذا وين عرفتي مدام؟ وي à l'instant j'arrive de Blida c'est à l'instant. Je n'ai pas écouté les informations. الحميرة يشوك على بالك. Et je suis vraiment déçue يعني رب الله يرحمه ويسكنوا ان شاء الله فسيح جنانه. ربي يعطي الصبر والسلوان سي بارون سي لي ماريي سا فام سي زونفون. شغل خويا مات ولا شغل خويا ما كنتش نستنى. انا جيت التلفزيون يعني في اللحظه هذه وجانا يعطيك تعرفي انا عن بالك حاجه كي قالوا كاشو تعرفي انت شوكي. وي سي نورمال بيان سير. هو خونا علاش خونا كاتشو. طبعا هذا
الفنان اختار من بين اختياراته الموسيقية موسيقى قريبة من الأصل الشاوي، وطبعا يصبو كشاب لأن يضيف ويدلو بدلو من جديد لهذا الساحة الفنية ويعطي. فكانت موسيقاه متميزة جدا. لماذا؟ لأنه كان ابن جيله بداية التسعينات كثير من الطبوع الموسيقية عالميا، فأراد أن هذا الطبع الموسيقي اللي كان قبل منه عمالقة أعطوا له صيت وذاع صيته حتى في أوروبا، فحاول هو أيضا أن يعود إلى هذا المحطة. رح نتكلموا موسيقيا عن علي ناصري أو كاتشو الله يرحمه اللي هو في ذمة الله، مع جمال بفدل اللي يحضر معنا هذا المساء. مساء الخير جمال. مساء الخير. عظم الله أجركم وعظم الله أجر كل الأسرة الفنية وأسرته هو اللي ما نسوهاش اللي معنا أكيد في المتابعة اليوم. علي ناصري كاتشو أول بداياته كانت أول دورة تورني كما تقولوا في الميدان الفني كانت معاك في 91. أول مرة يدخل وسط الفنانين ويبدأ يزور الجزائر من الشرق للغرب. شكون كان هذا علي ناصري في 91؟ كان هو إنسان في بدايته في 91 كان معنا ابخي السكسي تاعو شكوا تم هذيك الاغنيه اللي شهرته تم بدا معنا اول دوره ومع استاذ نور الدين بلغالي اللي ديكوفراه هو اللي سيبي كي اكتشفوا بدا حطوا استاذ نور الدين بلغالي فوالا على الخطوات الاولى وابارتيغ دو لا بدينا نعرفوا تاع لي ديبي. بالك هذا الانسان لاول مره والله ملايكه واش نقول لك، لانه اللي ما يعرفوش يحشم بزاف كي يدخل يهبط راسو حتى بعد ما نجح، باش نبينوا الانسان هذا كيفاه بدا وكيفاه رحل عنا. اعلم انه جمال طبعا بدايته كانت في 91 كانت معك. شكون هذا الانسان اللي حبينا نتقربوا منه اليوم باش نبينوا انه هذا الانسان ما تغيرش، كل الناس اللي عرفوه حبوه؟ علاش اليوم الشعب الجزائري برمته صارت له فاجعه كي سمع علي ناصري كاتشو مات؟ معلش احنا اكيد رانا معاك ونفهموا طبعا في راح يكون معنا الان للحديث عن بدايات الفنيه للمرحوم علي ناصري، حكيم اللي عرف بحكيم الكاهنه من فرقه الكاهنه. حكيم مساء الخير. مساء النور اخ ريان. مساء النور خويا حكيم، عظم الله اجركم. يا رب يتقبل منكم ان شاء الله، وربي ان شاء الله يرحمه ويرحم المؤمنين يا رب العالمين. باش نكملوا في نفس السياق، شكون هو علي ناصري هذا اللي ربما شرق غرب شمال جنوب كل الجزائريين صارت لهم فاجعه؟ نتعرفوا على هذا الانسان. والله يعني الانسان الاخ الزميل يعني، ونقدروا اليوم ذلك الوقت هذا لانه البارح الصباح كنا مع بعض، اليوم الوقت هذا نقدروا نقولوا مرحوم يعني، وكما يقول لك الاخر قدام الموت ما ينفع مال ما تنفع حيله. الاخ يعني الزميل علي يعني رحمه الله، واش نقول لك سما راهو سما نقدر نقول انا وياه هوني لا ميم كلاس يعني، والاخ حسن دادي من سما انتم ابناء مدينه واحده يعني اصلا، ابناء منطقه واحده، ويعني في الفن يعني في الميدان الفني او خارج الميدان يعني كان عندنا علاقات يعني اخوه. واش راح نقول الانسان هذا نشهد عليه يعني امام الله يعني بالانسان يعني انسان يعني حنين بزاف، وانسان يبغي الخير، وانسان ينحي من روحه في بعض الاحيان نعرفه مليح. يسمعنا كي نشوف كيما نقولوا احنا الحاله شويه فيها تزعزيع هكا يهرب يعني كاريمون، يخليه يسمح ويروح.